المشكله ان احنا عندنا حاجه غريبه جدا، ان لو سالتي اي ست من صاحباتك تقول لك مفيش رجاله، لو سالتي اي راجل من اصحابي يقول لك مفيش ست راضيه. الردين دول مختلفين عن بعض، لانه الستات بتدور على راجل تحبه يا اما مماثل لها في القيمه يا اما اعلى منها. الراجل ما عندوش مانع انه يحب ست مماثله له في القيمه او اقل منه، لان هو عايز هو يحرسها ويصرف عليها ويا مش عارف ايه. معنى كده ان كل الستات بتبص لفوق، ففي 20% من الرجاله كل الستات بتجري وراه، بيبداوا من براد بيت لحد الواد اللي راكب عربيه فانسي او شكله مش عارف ايه وهكذا. ده معناه ايه؟ اولا للاسف انا في ال20% دول، ان انا راجل ناجح ومشهور والحمد لله نجحت ماديا ونجحت في شغلي والكلام ده راجل كله. لقطة. فالراجل اللي في ال20% ده للاسف بيتدلع عليه، لانه عنده اختيارات، بيكسر قلوب الستات، لانه ما انت مش 10 على 10. لو انت 9.5 وانا سبتك، ما يمكن الاقي بكره واحده 9.7. مشكله العرض والطلب بتتدمر تماما. الراجل ده مش عايز يختار ومش عايز يلتزم، لانه عنده اختيارات كتير. الست مش عارفه تختار، لان هي عايزه ده مش عايزه اللي زيها، مش عايزه اللي اقل منه شويه. والراجل اللي من ال80% مش من ال20% مش عارف يختار، لان في ست بترد عليه. فلو حتى هو على الديتنج اب وبعت لايك، يقول لك واحد من كل 50 لايك بيبعتها الراجل بتجيله واحده تقول له اهلا وسهلا، وواحده من كل 10 لايكس واحده منهم ترضى تخرج معاه. اسالي صديقاتك تعرفيها على راجل طلع فيه القطة الفطس. بالظبط كده. النهارده كنت مع صديقه عزيزه عليا جدا، طول النهار والليل تقول لك لا ده اصل ده ما ينفعش عشان كذا، وده ما ينفعش عشان كذا، وده ما ينفعش عشان كذا، وما زالت سنجل. فهي ايه المشكله دي؟ معناها انه الوحده بقت سيستميك، يعني النظام اللي صممناه بيؤدي لوحدتنا.